من بعدها أنا وياكم نروح ونشوف الممثل الشاب أكيد، وننتقل إلى موضوع آخر ونرحب اليوم في الممثل ونقول لهم حياك الله ويا هلا بيك ومية هلا. حياك الله، نورت برنامج مورنينج لايف، يا رب تكون بصحة وعافية إن شاء الله. اليوم نتكلم عن المواهب، نتكلم عن الطاقات الشبابية الرائعة، لطالما اليوم دائما اليوم الشاب العراقي في كل المجالات ناجح ما شاء الله عليه، تلقاه متخصص في عمل ومشارك بموهبته. ودائما لما يدخل شخص مثلا يحب الرسم، يحب هوايه معينه، التمثيل، الشعر، دائما الاهل يقولوا له هذا الشيء ما راح يوكلك خبز، وهذا ما يخلي لك دخل معين تقدر تعتمد على حالك وتقدر اليوم تواكب الامور، لكن يظل حب هذا الموهبه شيء فطري. فاليوم فيلقى له اليوم الشاب العراقي اكثر من باب حتى يدخل لهذا المجال. لكن خلينا نتعرف عن حضرتك اكثر، عرفنا عن طاقتك الشخصيه. الاسم نبيل الركابي، طالب معهد فنون جميله مرحله خامسه. نعم. اليوم نتكلم عن هذه الأمور بشكل الكثير. اليوم من الطلاب نجدهم بحيرة من أمرهم، اليوم ما يقدر اليوم كيف ممكن يجدل أمره، ما يعرف أي تخصص يدخل، ما يعرف أي مكان اللي يروح لا ينتسب إليه. كيف ممكن الشخص يقدر يعرف أي مكان مخصص له ويفيده للمستقبل ضمن دراسات بعيدة، يعني ظل طول عمره هو يقدم هذه الدراسات ويدرس بشكل كبير جدا، كيف ممكن يوصل لهذه المراحل؟ بداية هذا الشيء يحدده الشخص نفسه. نعم. طالب الفنون نفسه هو يحدد الشغف مالته وين بالضبط. نعم. إذا كان يدور يبحث عن المادة. نعم. في التعلم الأشياء الفنية مثلا التصوير أو المونتاج، هذه توفر له دخل ممتاز. بس إذا مثلا هو الشغف مالته بالتمثيل. نعم. أو نعم. أو الرسم أو الموسيقى، فأفضل شيء أنه هو يطارد الشغف مالته. نعم. طيب خلينا نتكلم اليوم عن الأعمال اللي موجودة اليوم. كيف لقيت نفسك بالتمثيل؟ شو وقت اليوم قلت لازم أني أصير ممثل؟ شو وقت بدأت عندك الموهبة؟ سؤال حلو طبعا هذا. حبي للتمثيل منذ الطفولة، من أنا طفل أحب التمثيل، بس شنو كنت متردد أنه أدخل هذا المجال. مثل ما تفضلت حضرتك بالبداية أنه التمثيل صعب، طريقة صعب، ومن ناحية المدخول المادي ضعيف جدا التمثيل. صح فعلا. الدعم المادي للممثل جدا ضعيف، جدا ضعيف. وأنا لو ما موظف يمكن ما أدخل مجال التمثيل، بس الحمد لله والشكر يعني أنا من الناحية المادية ساد احتياجاتي. يعني حلو اليوم أنت لقيت الموهبة بالضبط. قدمتها بالضبط، وبالتالي لقيت فرصة العمل اللي من تقدر تعتمد على حالك وبالتالي تقدر تقدم موهبتك. بالضبط صحيح. شلون دخلت لهذا المجال ومنو اللي ساعدك؟ أولا التحقت بمعهد الفنون جميلة عام جميل 2019، يعني حديث الدخول. هسه أنا مرحلة خامسة. نعم. قسم مسرح. الحمد لله والشكر على باب تخرج، وإن شاء الله أكمل مسيرتي الدراسية التحق بالكلية الفنون، وإذا الله انطانا الحياة بعد نكمل ماجستير ودكتوراه إن شاء الله. أنا هذا طموحي. بس بالإضافة إلى التمثيل، إنه أدخل مجال التمثيل خصوصا التلفزيون أو السينما، ساعدوني طبعا أساتذتي بالمعهد، أصدقائي بالمعهد، عائلتي، إخواني، كلهم ساعدوني والحمد لله والشكر. جتني كم فرصة مناسبة، بس مو ذيك الفرصة اللي تخلي الناس تعرفك وتقدر تظهر نعم. كل طاقتك وكل موهبتك بها. بعد منتظر الفرصة المناسبة اللي أقدر أبرز بها موهبتي. نعم. طيب خلينا نتكلم أيضا عن المواضيع اليوم. شنو من الأعمال اللي قدمتها؟ أي مواضيع اليوم اللي دائما لهمتك وحبيت تكون بهذه المسلسلات الموجودة، من الدراما الموجودة، شلون صرت؟ اشتغلت أنا يعني أعمالي مو بالكمية المناسبة، لأن قلت لك حديث الدخول للمجال الفني مسرحيتين تقريبا، بالإضافة إلى أفلام قصيرة. شاركت مسلسلات مهمة، انتقام روح أو العائلة إكس. نعم. خان الذهب اشتركت به. مسلسل انفصال وأقوى من الحب، الحمد لله والشكر. هذه نعم. يعني جيد. وإن شاء الله منتظرين الفرصة الأكبر اللي هي بس الله سبحانه وتعالى يعرف بها. نعم. طيب
اليوم ممكن احنا نتكلم ايضا عن كثير من الطلاب، نتكلم عن كثير من اليوم المجالات المتاحه للطلبه عاده. دائما يصير عنده اليوم هوس، هو يحب موضوع معين، ممكن يحب يكون عارض ازياء، ممكن يكون يحب نحات، ممكن تكون عنده موهبه اخرى، لكن ما تساعده هذه فرصه العمل على يقدر اليوم ينمي موهبته، يقدر اليوم يستمر بهذا العمل الى اليوم. اكيد التوفيق من رب العالمين. لكن نتكلم اليوم عن اختيار الطالب لهذا التخصص، اختيار هذا الامور كيف ممكن قدرت تختار تخصصك وقدرت تختار موهبتك، كيف قدرت توازن ما بينهم؟ فعلا اغلب الفنانين يمتلكون اكثر من موهبه. الفن هو واحد. حتى نقدر نضيف الاعلام نوع من انواع الفنون. يقدر يجمع بيناته، انه يكون عارض ازياء، او يكون مطرب، او يكون ملحن، او يكون رسام، او يقدر يجمع بين هاي الفنون كلها، اجمعها. بس انه تحديد الفن الرئيسي هذا شيء. ما انا مثلا احب التشكيل، الرسم. نعم. وخيرت نفسي بين ان ادخل قسم الفنون التشكيليه او المسرح. نعم. وظليت بحيره فتره من الزمن الى ان قررت اخيرا، يعني قرار قاطع، انه لا، ادخل فنون مسرحيه تمثيل. جميل. وافوت بالمجال مالتي هذا. والفنون التشكيليه اقدر اتمرن واتعلم بالبيت، او ادخل دورات انه اتعلم الرسم. فيقدر يجمع بين الفنون. لكن عموما الممثل يختص باختصاص واحد يكون افضل. المشاكل اللي عادة عانيت منها بهذا المجال، شنو المشاكل اللي عانيت منها؟ واجهت صعوبة في التمثيل أو واجهت صعوبة في العمل اليوم؟ هل أكو محسوبية؟ هل أكو اليوم انتماء؟ هل البطولات محسوبة لعدة أشخاص معينين؟ أكيد هاي مشكلة يعني جدا عويصة. إذا ما كانت عندك علاقات طبعا ما راح تشتغل، أو على الأقل ما راح تاخذ دور مناسب لك. لازم تكون عندك علاقات قوية. الفن خصوصا التمثيل صاير جروبات ومجموعات، إنه كل واحد يجيب جماعته. فهاي المشكلة رئيسية، أنت لازم تشتغل عليها، وتحتاج وقت من الزمن حتى تكون علاقات بحيث تقدر تبرز موهبتك بالمستقبل. نعم. طيب اليوم نتكلم أيضا عن المواضيع أيضا المهمة، الأخطاء اللي عادة يرتكبها الطالب. شنو الأخطاء اللي عادة يرتكبها الطالب عند اختيار تخصصاتهم؟ كيف ممكن يوقع عليه الحذر؟ شنو الأخطاء اللي يرتكبها الطالب اليوم؟ الأخطاء اللي يرتكبها الطالب أنه من يدخل معهد الفنون أو كلية الفنون هدفه هو فقط الحصول على الشهادة. جيد. هذا أكبر هدف يوقع به الطالب، أنه مجرد أخذ الشهادة حتى أتخرج وخلص. نعم. لا، معهد الفنون وكلية الفنون أو دراسة الفنون بصورة عامة، إذا ما تدرسها بصورة صحيحة وما تتعب نفسك بدراستك، ما راح تكون ممثل محترف. ما راح تنطي التمثيل حقه، راح تكون ممثل هزيل ضعيف قدام الكاميرا. لازم تتعب نفسك بدراستك وتجتهد وتقرأ، بالإضافة إلى المنهج الموضوع لك تقرأ كتب خارجية أيضا حتى تثقف نفسك وتطور مهاراتك. نعم. طيب أستاذ نبيل، خلينا نتكلم اليوم عن المسرح. اليوم أهمية المسرح اليوم للممثل. اليوم كيف ممكن المسرح اليوم يصقل الموهبة للممثل بشكل كبير؟ نعرف أنه أكو اختلاف كبير بين المسرح وبين اليوم التلفزيون، التيفي بشكل خاص، أو العمل. يعني مو مثل ما أنت تمثل على الواقع غير عن المسرح. فعلا المسرح هو القاعدة الأساسية والرئيسية المتينة للممثل. نعم. من يمثل مسرح تكون قاعدته ضعيفة وهزيلة. ثانيا المسرح يعلمك شلون تتحكم بأدواتك، أدوات الممثل. نعم. ينطيك الثقة بالنفس، ينطيك الجرأة للتعامل مع الجمهور بداية، وثم التعامل مع الكاميرا. فالمسرح هو القاعدة الأساسية لكل ممثل. نعم. اليوم كلمني أيضا عن الجوائز اللي حصلتها على اليوم الصعيد الشخصي. اليوم شنو الجوائز اللي حصلت عليها، التكريمات اللي دائما تلقيتها من خلال هذه أعمالك؟ والله صراحة لحد الآن ما حصل ولا جائزة. إن شاء الله القادم أفضل. إن شاء الله، الله يسلمك. شنو السبب اليوم؟ هل قلة المهرجانات أم قلة الأدوار؟ لا، قلت كان بالبداية دخولي حديث المجال الفن،
والادوار اللي قمت بها يعني بسيطه، ولكن اطمح انه إن شاء الله تكون الادوار القادمه افضل. ولكن انا كل دور اقوم به اعتبره جائزه فعلا. كل يعني سواء المسرح او افلام قصيره او مسلسلات، هو هذا جائزه بالنسبه لي. هو وقوفي قدام الكاميرا هي هاي اعتبرها جائزه. شنو الاهم اليوم، الوقوف امام الكاميرا ام المسرح؟ هن اثنينات مهمات، والممثل الذكي لازم يوازن بين هالامرين، المسرح او التلفزيون او مثل ما نقول وقوف امام الكاميرا. المسرح اساس الممثل اللي يستند عليها. نعم. تكون عندك قاعده قويه معناها تقدر توقف قدام الكاميرا بكل سهوله وتتحدى الكاميرا اذا كنت صح. ممثل مسرحي قوي. يعني اليوم مسرح مفيد جدا ويصقل اليوم نعم. الممثل نعم بشكل كبير، يعني نعم. يجهزه نعم. اليوم للكاميرا الحقيقيه. نعم. من بعد صحيح. الدراما اليوم، شو رايك بالدراما العراقيه اليوم؟ والله الدراما العراقيه مقارنه بالسبعينات او الثمانينات اكيد لا تقارن. بالثمانينات والسبعينات جدا قويه، الكتابه، الاخراج، التمثيل. حاليا لا، ضعيفه، واعتقد هذا الامر يرجع للتمويل. صح. نعم. التمويل المادي. بس اكو بعض التجارب حاليا بالسنوات الاخيره، السنتين او الثلاثه الاخيرات، تبشر بخير انه عوده الحياه للدراما العراقيه من جديد. فعلا. شكرا لك، شكرا سعيده جدا بلقائك، اتمنى كل موفقيه في مجالك، وان شاء الله يا رب نشوف اعمالك ناجحه وتحصد جوائز ان شاء الله. شكرا اكثر. شكرا جزيلا، جدا سعيد. شكرا جزيلا. ممنون. اكيد.